كده انا هبدا بقى انضف لكم الفسيخ اهو. تعالي هنا كده بالكاميرا اهو. ده الفسيخ اللي انا محضراه. سيب الكيس ده عشان نشيل منه الزفاره. نبدا بقى نعمل شايفين اصلا هو يعني القشر بتاعه واقع لوحده. كل ده بنشيله كده. انزلي بالستاره وافتحي النور اللي فوق، فاهمه ازاي؟ بالراحه. لا مفتوح. طب خلاص ارفعي تاني. ماشي تمام كده اهو. خبزت العيش وخلصت وقلت بقى افتح معاكم اجيب الفسيخ انضفه قصادكم. شايفين اصلا عشان دايب. ده بالظبط اخد له 15 يوم عشان الجو كان ساقع شويه. هو طبعا اكيد مستوى من بدري، بس للامان افتحيه بعد 15 يوم لما يكون الجو ساقع. في الصيف بقى 10 ايام او 8 ايام بالكتير بيكون اتحل اهو. اعملي من الستوب كده اما اغسله من قربي. انا كده خلاص قشرته ونضفته اهو. نبدا بقى نشيل دي كده. نعمل في الزباله. اي قشر بقى كده بتنضفيه خالص وبتشيل عشان ما يقرفكيش في الاكل كده. بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن يعني الشكل يتحدث عن نفسه يا جماعه اهو. اهم حاجه بقى في البطن نضفيها مهلبيه. بتاع التانية كمان اهو. دول على طبق نضيف كمان. شايفين حاجه كده مزبت بقى. على فكره انا ببقى اطلع منه اوردرات البتاع دوت، يعني لما يكون حد عايز بجمع اوردر وبعمله اهو. شايفين؟ ايه رايكم بقى في السمنه البلدي دي؟ افصلي اللي في الجنب كده. خلاص فتحنا الفسيخ اهو. نقطتين زيت بقى كده اهو. لا عادي يعني كده. والليمون متقطع. واجيب لكم العيش بقى. افصلي من الجنب يا رنا. خلاص خلصنا الفسيخ اهو زي ما احنا شايفين اهو. خلصنا العيش اهو. وريت لكم واحد برضو في التصوير شكله. اتمنى النهارده فيديو يعجبكم. لايك واكسبلور ودعوه حلوه منكم كده. والى اللقاء في فيديو جديد من مطبخي. ودمتم في رعايه الله. مع السلامه.